ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعضينا الفطير. هنعمله مع بعضينا من اول العجينة لغاية ما يستوي، وانا معاكم خطوة بخطوة عشان يطلع معاكي ناجح 100%. عشان في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمله في الفرن اللي هو بتاع البيت، وتقولك ده بينشف مني، اللي هو الفرن اللي هو بتاعنا كلنا. تقولك لا، لازم فرن بيتي. في الفيديو دوت هعرفك ازاي تعمليه من غير ما ينشف منك ويطلع طري ومورق في نفس الوقت. خليكم معايا بس خطوة بخطوة. اول حاجة هنا انا هستخدم نص كيلو دقيق. حابة طبعا انتي تعملي كمية كبيرة بتضاعف الكمية اللي انا بعملها. هتحطي معلقة ملح معاها معلقة سكر على شوية مية، وهقلبهم لغاية ما السكر والملح يدوبوا خالص في المية بالشكل اللي انتوا شايفينه تمام كده. بعد كده بقى هنزل بنص كيلو دقيق كله. بعد كده نيجي بقى لأهم مرحلة وهي العجن. اهم حاجة في المرحلة دي ان انا اعجن العجينة كويس جدا. انا منزلتش بالمية كلها مرة واحدة، انا بنزل بالمية تدريجيا عشان العجينة بتاعتي تعمل عرق كده وتبقى حلوة جدا. اهو بنزل شوية شوية، وانا في الاخر لما اعمل العجينة هقولك انا استخدمت مية قد ايه بالظبط. كل ما احط شوية مية الفهم بالدقيق كده واعجن كويس جدا. اهو اداري شوية المية واعجنهم، احط شوية مية تاني، بس تحطي سنة سنة عشان ايه ما تجيش معاكي طرية، يعني على حسب نوع الدقيق. في دقيق يشرب معاكي المية، في دقيق ما يشربش مية كتير. وافضل بقى اعجن في العجينة زي ما انتوا شايفين كده كويس جدا. اهو باخد لمسة يعني مية كده على كف ايدي، واعجن العجينة برضو ايه تاني، رشة مية واعجن. بضيف معلقة من السمنة كده على العجينة، دي بتديها طراوة حلوة قوي للعجين بتاعي. مش حابة تحطي المعلقة السمنة دي مفيش اي مشكلة، بس ديك بتفرق جامد جدا في عجينة الفطير. اغلبية اللي بيعملوا الفطير البيتي بيعملوا الحتة ديت، بييجوا قبل ما يخلصوا العجينة كده ويسيبوها ترتاح بيحطوا زي معلقة ايه سمنة كده ويكملوا عجن بيها العجينة. بعد كده بقى بسيبها ترتاح واحط ايه لمسة زيت كده خفيفة كده على الوش واغطيها واسيبها ترتاح. يعني انا سبتها حوالي ساعة. وهنا انا استخدمت سمنة بلدي، اي نوع سمنة انت حابة تحطيه حطيه على حسب الموجود عندك. كده العجينة بتاعتي ارتاحت خالص. هبدأ بقى ارش رشة دقيق كده بسيطة كده بصوا انا هنا بوريكم العجينة، بصوا العجينة بسم الله ما شاء الله، يعني طرية جدا وملمسها حلو قوي. طبعا انا هنا ما ينفعش اعملها من غير ما ارش رشة الدقيق البسيطة ديت. ليه؟ عشان هتلزق معايا ومش هتتشال بسهولة. لكن رشة الدقيق ديت بتعمل زي عازل كده وبرش رشة بسيطة برضو من فوق. بصوا بسم الله ما شاء الله، لو انتوا واخدين بالكم العجينة يعني حلوة جدا وملمسها حلو وطرية معايا، يعني انا لغاية دلوقتي ما استخدمتش النشابة. بصوا ركزوا بقى معايا في طريقة الفرد ديت كده بس مش هعمل اكتر من كده، على شكل مستطيل كده يعني بخلي سمكها يعني ايه، ولا رقيق قوي ولا سميك قوي. اهو هظبطها كده عشان لما اعملها رول تبقى على قد بعضيها، يعني ما تبقاش حته قصيره من هنا وحته كبيره من هنا كده بقت زي المستطيل كده هجيب بقى الزبده بتاعتي. انا كنت حطاها في التلاجة شويه عشان كانت سايحه، وزي ما انتوا عارفين الجو حر، فحطيتها في التلاجة شويه ان هي تجمد معايا. اهو وافرد بيها العجينه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه يعني مفيش اسهل من كده. يعني لو انت هتعملي كمية من الفطير هتعمليها بنفس الطريقة دي، صدقيني هتخلصيه على طول ومش هياخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. وابدأ بقى كده الف يعني رول اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي السينابون بالظبط، ان انت تلفيه كده تاخدي بالك وانت بتلفي العجينة ما تستعجليش عليها، يعني ما تلفيش بسرعة عشان ما تتقطعش منك، لان العجينة بسم الله ما شاء الله طرية وحلوة جدا. اهي بعد ما عملتها رول كده طبعا هتعمل معاكي يعني طبقات كتيرة جدا. اهو بروح بقى اسميها على عدد الفطير اللي انا هعمله. حابه تعملي الرول فطير صغير زي بتاع الفران، هتقطعيها يعني 5 فطاير قطعيها.
حابه تعمليها فطيرتين اعمليها، حابه تعمليها 3 على حسب العدد اللي انت حابه تعمليه. انا هنا هو هعملها فطيرتين كبار، مش حابه اعمله فطير صغير. اهو بفردها كده اهو، بقلبها على ظهرها واروح مطبقاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده الفطيره عندي خلصت. في اسهل من كده؟ صدقوني مفيش اسهل من كده. اهو انا معاكم واحده واحده، مش راضيه اسرع في الفيديو عشان تشوفوا الطريقه مظبوطه 100%. اهي وحطيت سنه سمنه كده اهوك، ورحت مكوراها كده اهوك زي القرصه كده اهوك، ورحت ركناها على جنب اسيبها ترتاح عقبال ما اعمل الفطيره التانية. بصوا ولا محتاجه نشابه ولا اي حاجه خالص، هي ما شاء الله يعني بتتفرد لوحديها. واتني التانية والتانية التانية عليها، وادي كده الفطيرتين خلصوا بسم الله ما شاء الله. الفطير دوت ينفع ان انت تحشيه اي حاجه، هبقى اعمله لكم برده في فيديو تاني، وهو يعني يتحشي جبنه، يتحشي لحمه، يتحشي فراخ، بيبقى طعمه حلو جدا برضو. اهو بسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق كده اهوك، واجيب بقى الصينيتين بتوعي وابدا احط زي لمسه كده اهوك، يعني اعملها كده اهوك لمسه سمنه، وبعد كده احط الفطيره بتاعتي اهو. ودي برضو الصينيه التانية احط برضو حته سمنه، واحط الفطيره بتاعتي بسيبها زي 5 دقايق كده. اول ما بكملش لقيتي العجينه بتحطي ايدك عليها كده اهوك وطريه ان انت بتفرديها اهو، بتتفرد بالشكل ده، وتكملي فرد. ابدأي من النص واطلعي على بره، ما تبدأيش من الحرف، لا ابدأي من النص واطلعي على بره كده اهوك زي ما انا ما بعمل كده اهوك. طب لو لقيتي الفطيره بتاعتي بتشد وكل ما بتفرديها ترجع تاني، لا كده يبقى هي عاوزه ترتاح، بتسيبيها ترتاح شويه وبعد كده تبدأي تفرديها. لازم وهي بتتفرد معاكي ما ترجعش تاني، يعني تتفرد الفردة خلاص بتاخد الوضع دوت. دي كده يبقى العجينة ارتاحت معايا كويس جدا اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة، وانتوا طبعا شايفين يعني ايه الفيديو بيتكلم عن نفسه، شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله ناعمة وحلوة جدا. الفترة اللي انا بفرد فيها الفطير دوت بكون انا مولعة الفرن. طيب بتولعيه على درجة حرارة قد ايه؟ على اعلى درجة، يعني انا بولع الفرن على اعلى درجة، ولازم ادخل الفطير وهو الفرن سخن جدا، يعني بتولعيه حوالي قبليها ب10 دقايق كده. ده كده بيكون الفطير بتاعي بعد ما طلع من الفرن. اول لما بيطلع بروح حاطله معلقه سمنه من على الوش كده اهو. وللامانه اول لما بتطلعيه وتحطي معلقه سمنه بتروحي مغطياه، سواء بقى بصينيه بكيس، المهم تغطيه. ليه بتغطيه؟ عشان وشه بيطرد، لان الفرن البيتي غير بتاع الفرن اللي هي بره. فانا بحط كيس كده اهو واروح مغطياه. تيجي تطلعيه بقى تلاقيه بقى ايه بالجمال دوت، تلاقي وشه اتطرد كده اهو وبقى حلو جدا. او بصوا بسم الله ما شاء الله. ده كده بيكون الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، وبالف هنا وشفا على قلبكم.